شكلك تبكي احنا فايزين ومرتاحين. ليش؟ يعني الصراحة انه احب اشكر الجماهير اللي دعمتني بالبداية، شكرا للجماهير اللي تجاوزت، شكرا للجماهير اللي انتقدتني، وشكرا للجماهير اللي تنمرت. فالدافع كلش كبير كان لي، الحمد لله والشكر فضل الله سبحانه وتعالى وللبيت عليهم السلام. اليوم قدرنا انه نقدم مباراة يعني للتاريخ صراحة امام منتخب محترم ومنتخب منظم جدا. الحمد لله والشكر، هذه هدية الله سبحانه وتعالى، هذا الفوز لكل شخص عراقي شريف. هذه الجماهير اللي يمكن زعلناها بالبصرة قبل ايام، الله سبحانه وتعالى كرمنا اليوم، وشكرا لكلهم اللي تحملوا عناء السفر وتعب السفر. زين احمد، قدرنا انت فايز و3 نقاط ومباراتين كلين شيت، وتحس بهاي القصه اللي موجوده بداخلك يعني. اي صراحه انه شوف انه الله سبحانه وتعالى يعني مو بالقائمه مثل ما الكل يعرف، مو بالقائمه المستدعاه لهذه المباراتين. اخير لحظه انه اتصل به الكابتن مهدي كريم قبل مباراه بيومين، مباراه الاردن، والتحقت الصبح يعني الساعه 7 الصبح وصلت. الحمد لله والشكر. احكي لي السر، مو السر، اللحظه قالوا لك راح تلعب اساسي امام الاردن. والله صراحه ما كنت متوقعها ابدا يعني، لكن فاجأني الكابتن، واكيد هذا انه ما يدل انه ثقته بي كحارس. الحمد لله والشكر قدرت امثل زملائي الله يعطيهم الصحه والعافيه، الكابتن والاخ الكبير جلال حسن قائد منتخب العراق، ايضا مؤثر وكابتن وثقه للاعبين، واخوي فهد واخوي حسين.